في المجموعة الثانية من كأس الاتحاد الإفريقي سيكون المتصدر شبيبة القبائل في مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على حامل اللقب نهضة بركان الذي يحتاج لتعزيز رصيده من النقاط. نعم، خاصة وأنه يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف. مراسلنا الأخضر النوالي والمزيد من التفاصيل عن هذه القمة المغاربية. نادي النهضة البركانية واضح في مطامحه. استقباله لنادي شبيبة القبائل فرصة لإزاحة الأخير من ريادة المجموعة والدفع باللون البرتقالي أماما. التشكيل حاضر بكامل أساسه عدا غياب المهاجم محسن ياجور المعطوب، وفي كل الأحوال التفاؤل سيد الموقف. كندخلوا أي مباراة باش نربحوا، وعارفين من شباب القبائل فريق عنيد، فريق قوي، عنده لعابة حتى درجة عالية، وخصنا نديروا اللعب ديالنا. هما كيعرفونا، حنا كنعرفوهم. الطاقم التقني كيشتغل بجديه، واللاعبين كاين واحد التجاوب كبير. بالنسبه لنا هذه فرصه لازم اننا نستغلوها ونستغلوا العامل ديال الميدان ديالنا باش نحققوا الاهم في هذا دور المجموعات، لان خصنا نحققوا الانتصار. الضيوف على وعي بصعوبه اللقاء، صعوبه لا تثني ابناء جرجرة المدافعين العنيدين عن زعامتهم للمجموعه. اللائحة الصفراء خالية من الغيابات، والطموح موجود لدى القبائليين. دائما ما يكون الهدف في دور المجموعات هو التأهل. سيكون ذلك صعبا، لكننا سجلنا انطلاقة جيدة وسنحاول البقاء في هذه الديناميكية. جينا نلعبوا مع لونسيان شامبيون تاع العام اللي فات، نادي نهضة بركان. عندهم من تري بون ايكيب. ان شاء الله نكونوا في المستوى ونقدموا مباراة جميلة في روح رياضية عالية، وان شاء الله نقدموا مباراة في القمة. لقاء البرتقالي بالكناري فيه استعادة الجدل الكروي المغاربي الساخن، والتماس بين الجيران سيمتحنهما معا في المداولات القارية. الأخضر نوالي، بي إن سبورتس، بركان. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم متابعة هذه المباراة على بين سبورتس 4 على الرقم الظاهر على الشاشة.